انا ودادي فهمتينيش ولعبت في الوداد، وما نبغيش الوداد مثلا كل عام ما تدخلش بواحد اللقب. صحيح تكلمتي مثلا عن الانتدابات وتكلمتي مثلا عن المشاكل، والمشاكل كاينه، ولكن متى تربح سبحان الله العظيم المشاكل تتغطى. ولكن لما ديتي والو بحال هذا الموسم هذا غيبانوا بزاف ديال العيوب وغيبانوا بزاف ديال المشاكل. السي سعيد خويا راه كنسمع دابا الناصيري بحال تقريبا هو الوداد، بحال واحد الوداد هربت عليه الوداد، هو من المره كاع ما كيتبع الفرقه ما كيمشي معاه حتى حاجه. ولكن الغريب في الامر هو اقصاء ديال كاس العرش. دابا الجمهور اللي ما الصراحه اللي ما راضيش على هادشي وما مسروطاش ليه على اساس اللاعبين ما كانوا ما ظهروش بواحد الروح قتاليه. يعني حنا ماشي نقولوا الروح القتاليه حتى لو تقصاو ما غاديش شي كنلعبوا مزيان، كنا على يقين ولو يكون خسران ولا اقصاء يقول لك مثلا الدراري تقاتلوا، الدراري يلعبوا، الدراري ما خلاوش من الجهد ديالهم. ولكن مثلا ملي غادي نمشي مثلا صومبو مثلا انا مدارك من الهجوم ضيع 4 ديال الكره ولا 5 ديال الكره، وانت هداف انا جايك انت هداف وتضيع مثلا انت وزديتي فاس يعني راسك ان سونتراج الكره الاولى ولا الثانيه باش تحط على رجلك وتطلع فوق من الحارس هو متكي في الارض باش تماركيها ضربتيها بلا فورس طلعت فوق العريضه. هذا من الاسباب اللي ما كانش التركيز اول حاجه. هذا من الاسباب اللي الجمهور ديال الوداد غاضب اول حاجه. اذا متى تمشي وما تتسجلش اذا غيولي يدخل عندك الشك انت بعدا كلاعب. غنتكلموا على بوسفيان اللي كتشوف انه ما قدمش اداء مزيان في هذه المباراه من ناحيه الخط الهجومي. انا شوف نتكلموا على بوسفيان واللقطه اللي دار وشحال من واحد تيدوي على اللقطه فهمتيني. هو كلاعب ما نقولوش لاعب ضعيف، ما نقولوش لاعب مثلا ما قادرش، ولا اي لاعب في المكانه مثلا ديال بوسفيان غيبغي يبقى يلعب الماتش ولو يكون ناقص. انا جاك التشكيله ديال الرجاء وجاك التشكيله المدرب. خليني نكمل الفكره ديالي على اساس المدرب فاندر بروك. بكل صراحه واحد المدرب اللي هادئ، واحد المدرب اللي بكل صراحه انا بصراحه تيعجبني بزاف. ما عنده سوا خسر سوا ربح، ما تيتقلق ما تينفعل. واش هو مصدوم على اساس بلي راه شاد الوداد؟ ممكن غيكون مصدوم حيت اي مدرب غيتمنى يشد الوداد. هو من المدربين اللي بكل صراحه اللي محظوظ، هو من المدربين اللي محظوظ شاد الوداد ولا عنده واحد الاسم اللي كبير في نادي الوداد الرياضي. واش فهمتيني؟ واش المدرب بكل صراحه ما يغوت، ما يتكلم في البونتوش، ما يتكلم مع مساعدين، خاص اللاعب تا هو تيشوف رده الفعل ديال المدرب. شفنا حتى فاش توقفت المباراه ما تواصلش. انا تنقول هذيك ربما من الاسباب اللي تيبين لك باللي راه المدرب ما عنده ما يعطيه، ماشي يكون حتى عنده لا ما عنده ما يعطيه. فهمتينيش؟ عكس المدرب ديال الرجاء شفنا كيفاش يتحرك في البونتوش، شفنا كيفاش يتواصل مع اللاعبين، شفنا كيفاش يعني الكره غادا هو تيجري حتى هو في البونتوش. هذا ماشي ما تنقولش مثلا تيجري ولا خصو يماركي ولا خصو يدافع. اللاعبين ملي تيشوفوا لعاب، ملي تيشوف المدرب تيتحرك في البونتوش وتيغوت، اذا غتعطيك واحد الطاقه اللاعبين يعني في الملعب. تيقول لك مدرب حتى هو مكونسونطري. عكس فاندر بروك انا قلت لك فهمتيني حقق هو حقق ما هو خصو يحقق بصراحه. وانا بالنسبه لي هو دا بطوله، بالنسبه لي دا كاس العرش، بالنسبه لي انا دا عصبه الابطال. لعب دومي فينال مع الرجاء، بطولات كلاسيتي الثاني واخا ماشي ديالك ولكن تحسبت لك واقف مع في البونتوش ديال نادي الوداد الرياضي وتكتبت لك باللي انت راك مدرب ديال الوداد. عصبه الابطال مشيتي فينا في عصبه الابطال. انا تنقول لك المدرب هاد الثلاثه بالنسبه لي هو رداهم خصهم غيديروا في السي في ديالو. واش فهمتي؟ وما عمرو يحلم، عمرو ما يحلم. شوف عمرو يحلم من نهار بدا التدريب، عمرو تحت ليه